من قناة أخبار متنوعة. السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات اليومية التي نقوم بنشرها على القناة. تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة وليد سادي وبلا من السيادة الذاتية لمدربين جزائريين وأجانب عبر وكلاء مختلفين سعيا لتولي قيادة المنتخب الجزائري خلال الاستحقاقات القارية والدولية القادمة، خلفا للمدرب جمال بالماضي الذي فشل في التأهل للدور 16 بكأس أفريقيا مرتين متتاليتين. وفي هذا الصدد كشفت قناة تيلي سبورت على معلومات حصرية تفيد بأن العميد السابق للمنتخب الوطني المغربي والإطار الوطني الحالي يوسف السفري تلقى عرضا رسميا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر وكيل أعمال شهير في الجزائر للإشراف على تدريب ثعالب الصحراء مستقبلا. وأضافت القناة أن المدرب الرجاوي اعتذر عن العرض وفضل أخذ قسط من الراحة قبل تحديد وجهته المقبلة. كذلك تلقى خريج مدرسة نادي الرشاد البرنوسي عروضا مغرية من العديد من الأندية العربية التي أبدت رغبتها في التعاقد معه، إلا أنه فضل الاستقرار مع عائلته التي اشتاق إليها، خاصة بعد ابتعاده عنها لفترة طويلة بسبب التزامه مع نادي قطر القطري الذي حقق معه نتائج مميزة. ويعد الإطار الوطني يوسف السفري أحد أبرز النجوم المغاربة الذين تألقوا مع المنتخب المغربي، وحصل على تكوين عالي في مجال التدريب مباشرة بعد نهاية مسيرته الكروية المليئة بالإنجازات والألقاب، مما سهل دخوله إلى عالم التدريب من أوسع أبوابه.